أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. يبدو أن مسلسل سعد المجرد سيكون طويلا، لكنه ثقيل على أسرته ومحبيه وجمهوره. فبعد قل انتظار بالحكم عليه بالسراح المؤقت، يخرج المدعي العام بقرار مواصلة حبسه على ذمة التحقيقات الجارية لعدة أسباب، من بينها غياب لورا عن الجلسات. فبعد هروبها من باريس، مدعية أنها تمر بأزمة نفسية كما أكد ذلك محاميها أمام قاضي قصر العدالة، خرجت لورا بتدوين منسوب إليها عبر مدونتها الشخصية وقالت: كتبت هذه الجمل للإجابة على أولئك الذين يهددونني ويهينونني كل يوم كل ساعة، وأنا أقول لهم إنني اغتصبت حقا، وأنا أفهم حبكم للمغني فضلا عن الدعم والتضامن، ولكن هذا لا يمنع احترامكم للقضاء الفرنسي وخاصة في دولة ديمقراطية كفرنسا. وأضافت في نفس التدوين: إذا لم أكن على الحق فأنا التي سوف يكون محكوما على بتهمة الاحتيال أو أشياء أخرى من هذا القبيل. هذه الصفحة قمت بإنشائها مؤخرا لشرح وجهة نظري بسبب الشتائم والاعتداءات على صورتي. أنا بنت فرنسا وليس المغرب، حيث هناك من يتنصل من مسؤوليته. لكي تتوصلوا بالأخبار وآخر المستجدات فور نشرها، ما عليكم سوى الضغط على زر المتابعة، تضغطون بعد ذلك على الجرس، إرسال جميع الإشعارات بشأن هذه القناة، ثم حفظ. تابعونا على قناة أنس أوفيس أيضا فيسبوك، جوجل بلاس وتويتر.